كتبدا القصه مع مجموعه اللصوص عاثرين على واحد الفورغون ديال نقل الاموال. هذا دوك، المبطبط كلونزي، واخر واحد إلدن. الفورغون كانوا فيها جوج ديال الحراس، مع وقفوا قدام البنك ودخل واحد منهم يجيب الفلوس. ضربوا صحابنا ماسكات، هزوا الاسلحه وتبعوه. ضرب واحد منهم الحارس، شقلبوا وتفرقوا على الموظفين. كل شيء نعسو يتحرك شي حد نطير لمو الشقفه ديال راسو. سدوا البيبان باش ما يخليو حتى شي حد يدخل، وحيدوا لهم التليفونات، خووا عليهم الماء. هذه كلير مديره البنك، وهي ناعسه في الارض كترعد. جرى واحد منهم امرها تحل ليه الخزنه. وبيني وبينكم ولا قلتي مديره نيت مع الخلعه الكود نسات عليه. بقات كترعد وواحد من العصابه كيضغط عليها. خونا اللي واقف حداها شاف هادشي ما غيجيب حتى نتيجه، شد لها يدها. شوفي تهدني نفسي مزيان، ارتاحي شويه، يلا حاولي مره اخرى. بدات عاوتاني دور يا ما تدور، وبالفعل هاد المره قدرات تحل الخزنه. بقاو جوج برا واقفين على الرهائن، واحد دخل يعمر الفلوس في السيكان، والرابع قصد الكاميرا تحيد الاشرطه دارهم في الميكرووند دمرهم. قلت ليك صحابنا مدربين وكيعرفوا مزيان اش كيديروا. اللي خداو كاع الفلوس اللي كانت في الخزنه، خواو مبيض في البنك كامل باش يمحيو الدي ان اي. وما غاديين في حالهم اكتشف جيم باللي شي حد خدم انذار صامت ملي كتبرك عليه كيستدعي الشرطه بلا ما يصوني في البنك باش ما يعيقوش به اللصوص. دار جيم عنده واحد بان ليه كيترعد، جبك في حبه. انت اللي خدمت الانذار ياك، ها شد لقى. هو كيدخل ليه هزات كلير راسها، ضربات على واشم في عنقه، وعقلوا مزيان على هاد الواشم حيت مازال غادي يرجعوا ليه. ملي عرفوا الانذار خدموا البوليس، قربوا يوصلوا، خداو معاهم كلير رهينه. خرجوا بنفس الطريقه اللي دخلوا بها، طلعوا الفلوس في الطوموبيل، طلعوا كلير وراك حتى يخبر المسمار. في نص الطريق سدوا لها عينيها وحيدوا الماسكات ديالهم. اللي حسوا براسهم بعدوا على البنك ومستحيل يقدروا البوليس يلحقوا عليهم، قرروا يخليوها تمشي في حالها. اسماء الاخت عرفتي، وتعطي للبوليس شي معلومات تقدر توصلهم لينا. غا مور هاد الهضره مباشره حيدوا لها الهويه ديالها وطلقوها مشات. فهاد الوقيته البنك يكون عمر بضباط الاف بي اي، ومن بين الضباط كان واحد سميتو ادم. خونا ديب في الصفه ديال بنادم، الا مشى حتى داك في راسو يشدك. عتاقل بزاف ديال اللصوص بحال صحابنا، بسبب هادشي حقدوا عليه المجرمين، ولا فين ما مشى حاضي راسو لا يخرج شي حد فيهم ينتقم منه. هذا المساعد ديالو دينو. بدوره صغيره في داك البنك، عرفوا صحابنا اشخاص محترفين، وباين هذه ماشي اول ضربه ليهم. وما مازال تما علمهم بلي لقاو الطوموبيل اللي هربات بها العصابه. صحابنا فرحوا وقالوا يقدروا يلقاو فيها شي بصمات ولا دي ان اي، ولكن ملي وصلوا للموقع اللي قالوا ليهم تصدموا بها كامله محروقه. انا قلت ليك بقى فيها غير الكادر. في العشيه ديال نفس النهار تجمع دوك وصحابو يناقشوا داكشي اللي وقع في العمليه. ما خلاو حتى دليل في البنك، الطوموبيلات حرقوهم. المشكل الوحيد اللي كان عندهم هو كلير. المصيبه ملي شافوا لاكارت ديالها لقاوها ساكنه معاهم في نفس الحي. جا مقترح يصفيوها ليها ولا على الاقل يمشي لدارها يخلعها، ولكن دوك رفض بمره هادشي. اكيد يكونوا الاف بي اي مراقبينها، ولا مشيتي حتى قربتي لدارها غيشدوك. صافي هذيك لاكارت انا غنتكلف بها. جيم في الاول تردد شويه، ولكن في الاخير ما لقاش حل اخر، عطاه الهويه خلاه يتكلف بها. في الجهه الاخرى غنشوفوا ادم كياخذ الاقوال ديال كلير. خاتنا كانت كترعد وكتبان مازال مأثره بداك الشيء اللي وقع عليها. شفتي الشكل ديال اللصوص؟ لا ما شفتهمش. فاش كانوا في البنك كانوا ضاربين ماسكات، وملي خداوني للفورغون سدوا لي عيني عاد حيدوهم. هو علاش طلقوك؟ كلير في هاد اللحظه حسات بيه فحيله شاك فيها متورطه معاهم. صافي ملي شافوا راسهم هربوا هدوني باش ما نهضرش معاكم وخلاوني مشيت. ملي بدا كيطيح الظلام قصدوا صحابنا محل ديال الورد، عطاو لواحد سميتو كولم حقهم من العمليه. دوك كان كيبان فيه ما حاملش يعطيه ديك الفلوس. شنو الدور ديالو؟ علاش عطاوه باي واخا ما شاركش معاهم؟ من بعد نعرفوا. خرجوا من محل دوك قصدوا نيشان البواط. فلوس الحرام تمشي في الحرام، ما كاين غير الضحك النشاط ودور لي التورنيه تا معلم. دوك مع كان كيحاول يبعد على الموبقات، ما قربش مره للشراب. هو في الكونطوار شاد عصير وخفات عليه صديقته كريستا. بداو كيديو ويجيبوا في الهضره، مره كتقرب منه. من خلال الهضره اللي دارت بيناتهم غنعرفوا باللي كانوا في علاقه ودوزوا بزاف ديال الحوايج بجوج، ولكن مع هي مدمنه وهو باغي يقطع ولا كيتهرب منها بزاف. سالات الليله والصباح غنشوفوا دوك مراقب كلير. دخلات لواحد المصبانه دخل موراه. صاحبنا كان كيعرف مزيان اش كيدير. خدا جورنال من الكونطوار وهو جالس حدا واحد الماشين تصدم بها وقفات عليه. عندك شي صرف؟ بغيت نشف حوايجي وتسالى ليا. لا ما عنديش. ايوا صافي ماشي مشكل، نديهم حتى للدار ونشفهم. وهي كتجمع الحوايج ضربات فيهم على اثار ديال الدم من نهار السرقه، بدات كترعد وكتبكي. صاحبنا ما ضيعش هاد الفرصه. مالك ياك والو باس؟ لا والو، غير مزيره شويه ومؤخرا وقع لي شي بلان. تبغي نخرجوا نشربوا شي حاجه؟ خونا تبارك الله القلده مبوقص، وعاد زيد كيبان ظريف بزاف في البلاصه. وافقات، وفي الليل غنشوفوهم جالسين في واحد المطعم. بقاو كيديو ويجيبوا في الهضره، تعرفوا على بعضياتهم مزيان. صاحبنا بطبيعه الحال ما غاديش يقول لها شفار. قول لي فين خدام؟ كنضرب شي بريكولات في المجال ديال البناء. بقاو كيعاودوا لبعضياتهم فين تزادوا، المشاكل اللي واجهوهم في الحياه. ملي سالاو خرجوا يتمشاو، وهنا غيبان بلي تفاهموا بزاف ودغيا داز الفايب بيناتهم. ختنا عجبها، وحتى
حتى هو في حيلان ساعة على الجمل الاول وبدات حتى هي كتعجبو. الصباح غنشوفوا المحققين في البنك اللي سرقوا صحابنا. الطريقه اللي دمروا بها واحد المحول كانت فريده من نوعها. سولوا واحد من التقنيين واش عنده شي فكره على هذا البلان، قال لهم باش الواحد يدمر محول بهذه الطريقه ضروري خاصو يكون خدم في شركه سميتها فريكوم. ادم سمع هذا الشيء امر دينو يقلب على الاشخاص اللي خدموا فيها يراقبوه. سال النهار وفي الليل غنشوفوا دوك مستني كلير قدام دارها يخرجوا عاوتاني. خرجات سلمات عليه وقبل ما يتحركوا قالت لي ضروري خاصو يعرف شي حاجه. ياك والو بس قولي غتكون سمعتي بالسرقه اللي وقعت وسط المدينه ياك؟ وشكون ما سمعش بها؟ وراه انا هي ديك الرهينه اللي تخطفات. دخلنا عليك بالله ولاد الحرام. ياك ما اداوك عاودي لي شنو وقع؟ لا ما اداونيش غير هو تخلعت بزاف لدرجه واحد من اللي خدامين معايا مده طويله هو في السبيطار ومازال لحد الان ما قادرش نمشي نزور. بقى صاحبنا كيهدنها قال لها ما حدو معاها ما عندها مناش تخاف. وفوق هذا الشيء مشى معاها للسبيطار تزور داك خونا. دخلات سلمات عليه سلم عليه حتى هو وخرج وقف حدا واحد البوليسي كانوا مكلفينه بالحراسه ديالو. البوليسي كان فيه عرام ديال الهضره. شفتي اش داروا ليه مسكين؟ شفت ولكن ما تخافش انا هنا. الا مشى حتى حاول يقرب لي شي حد من ديك العصابه ما غاديش الرحمه. هاي ديرها ملي سالات الزياره مشاو لواحد المطعم يتعشاو. بداو عاوتاني كيهضروا على نهار السرقه وانا غتقول لي بلي شافت واش مفعونق واحد منهم ولكن مازال ما قالتهاش للبوليس. صاحبنا سمع هاد الشيء تصدم. واش كي داير هاد الوشم مع وصفات ولا يعرفوا الوشم اللي في عنق جيمي. وشنو ناويه ديري دابا؟ صراحه كنفكر نقولها للاف بي اي باش تنصحني انت. انا نصيحتي ليك خليها عندك. هادوك العصابه اشخاص خطيرين وإلا عرفوك ناويه تشهدي ضدهم غادي يصفيوها لك. خاتنا بان فيها اقتنعات بالهضره ديالو. ملي سالاو العشاء تحرك كل واحد في حاله والصباح وهما دايرين حفل شواء في الجرده غنشوفوا الاف بي اي مراقبينهم كيصوروهم. خداو صور لدوك وكاع صحابو ورجعوا للمقر يناقشوا السجل ديالو. صحابنا كاملين كان عندهم سوابق. اول واحد واخطر واحد فيهم هو جيمي. السطو المسلح اطلاق النار على الشرطه محاولات قتل. كانوا جمعوا ليه هاد الشيء كامل وصيفطوه ب9 سنين ديال الحبس. ثاني كلونزي كان تشد مده قصيره على سرقه السيارات وتهريب البضائع. ثالث إلدن خبير خزنات وعنده تجربه كبيره في التقنيه. واخر واحد دوك كان كيلعب الهوكي في دوري المحترفين ولكن مور ما دابز مع الحارس ديال النادي جراو عليه ودوز 8 شهور في الاصلاحيه. على حساب الذكاء ديالو عاد زيد باه كان لص معروف شاكين فيه هو القائد ديال الفرقه. دوك صافي ما بقاش كيتفارق مع كلير. كيسالى حفل الشواء مع صحابو تلاقاها جلسوا في واحد الجرده. خاتنا كانت كتبان معجبه به بزاف وما كرهاتش تعرف عليه كلشي. بدات كتسولو لعائلته هو كيعاود ليها وانا غنعرفوا بلي سمحات فيه مو فاش كان صغير ومن ديك الساعه هو عايش مع باه. رباه كبروا ولكن في وحده من المرات وقع عليه مشكل خلاه يتشد في الحبس ومازال لحد الان مشدود. خاتنا بقى فيها بزاف. من بعد مده هما في الحديقه جاهم الجوع مشاو لواحد المطعم يقصيو. تما بدات حتى هي كتعاود لي على العائله ديالها كيفاش تحولات من البلاصه اللي تزادت فيها. وفاه خوها الصغير بالسرطان. ملي بدات الموضوع ديال خوها جاتها البكيه للطواليت ودوك كيتسناها تجي ما عرفت تجي من خرج ليه. وتا فينا مسخوط. صاحبنا ضاخ وما عرف راسو باش تبلى. وليتي تخرج ليا مع الفشاياش لا غاب وحدي وما كايناش هاد الهضره. وهو كيحاول يديه من تما رجعات كلير. جيمي شافها ضربو الضو دار في دوك ديك الشوفه ديال من بعد ونتفاهموا وجلس معاهم باش ما يثير الشبهات. سلم عليها قدم ليها راسو على اساس صاحب دوك وما كيديو يجيبو في الهضره. يكون دوك خايفه تشوف الوشم في نفس الوقت ما يقدرش يقول لجيم بلي شافت الوشم نهار السرقه حيت غادي يقتلها. باختصار حصله ما تبغاش لعدوك. ملي سالاو الهضره وناض جيمي يمشي في حاله وناض معاه دوك ضرب راسو غيسلم عليه وحط يدو في عنقو غطى الوشم. بقى كيتمشى معاه حتى بعدو شويه ورجع جلس مع كلير. ملي سالات دايت ورجع للدار لقات جيم ساخر. شنو هاد الشيء كدير؟ واش من نيتك تصاحبتي مع الشاهده الوحيده على السرقه ديالنا؟ قال لي دوك الامور مضبوطه وما عنده مناش يخاف وبدا كيناقش معاه العمليه الجايه. بقى كيعكس ليه قال لي الاشخاص لا يعاونون فيها ما عجبينوش. باختصار كيبان ما بقاش باغي هاد العالم ديال السرقات. ملي اكد ليه جيمي باللي كلشي مقاد وغادي ينفذوا العمليه كيف ما كانوا متفقين قال لي دوك هادي غتكون اخر عمليه ليه وتحرك من تما. في العشيه ديال نفس النهار مشى يزور باه في الحبس. هاد باه حتى هو مزانزن فين ما يجي عنده كيلقاه مدابز وحابسينه في الانفرادي. سولوا في بعضياتهم بداو كيديو يجيبوا في الهضره. واحد اللحظه جبد دوك موضوع مو ويجمع الوقفه. نتلاقاو في شي زياره اخرى الله يعاون وتحرك من تما صاخ. دازوا الايام وجا نهار السرقه اللي مخطي لها صحابنا. فاقوا الصباح بكري ضربوها بتدويشه ضربوا الحطات وجدوا الاسلحه اللي غيديو معاهم ولكن ملي بغاو يتحركوا ما لقاوش واحد منهم. بداو كيفكروا كيحاولوا يلقاو شي حل. في الاخير قرروا ينفذوا العمليه بلا بيه. الخطه كانت يسرقوا واحد الفرقو ديال نقل الاموال. قصدوا اخر بنك كتوقف فيه عصروا عليها ومع وصلات ضربوا الماسكات ونزلوا. سرقت ليك ما كيرحموش. هاك نعس ضربوا الحارس الاول طيحوه. طلع واحد منهم ضرب الحارس الثاني طيحوه حتى هو. مورانيش في الشيفور هدو يثبت في بلاصته ولا غيتيري فيه وبدا كيعمر فلوس في السيكان. واحد من ديماري الطوموبيل الثاني لتحت واقف على الحراس. واحد اللحظه طلع خونا اللي كيعمر الفلوس على الشيفور ما بانش ليه داري على مصحابو تصدم بحاط سلاح على واحد منهم. نيش فيه قال ليه يطلقوه. الحارس كيقول ليه يستسلم. جيمي شافوا ما غاديش يطلقوا بلاتي هي احسن دار الحبو ديك باك تيرا فيه طيحوه هزوا السيكان طلعوه من الطوموبيل وورك حتى يخبر المسمار. ما داروا في الدوره بدا الطوموبيل ديال البوليس تابعاهم. صحابنا ما عندهم غاك سيري تعيش فلان تموت. بقاو هما علاقين. البوليس
البوليس تابعينهم، شافوهم ما غاديش يتراجعوا، جبدوا الاسلحه بداو كيتيريو فيهم. كتسمع ديك والله يا حبهم البوليسي المخير نزل من الطوموبيل تمحط في الارض. قدروا يعلقوا ولكن يلاه زادوا شويه تبعتهم طوموبيل اخرى، الطوموبيل اللي هاربين بها جاو فيها تيرات وكتبان في حيله شويه وغتوقف. وهما كيفكروا في شي حل خرج قدامهم صاحبهم الرابح، عرفت ينزل عليهم فحال درهم الحلال. نزلوا تيراو في الطوموبيل ديال البوليسي اللي تابعهم، خلاوه وقف، خواو ليسونس في الطوموبيل، شعلوا فيها العافيه باش يمحيو كاع الادله وطلعوا مع صاحبهم علقوا من تما. حياو البوليسي طيروا سدوا الجسور ديال المدينه، ولكن صاحبهم الرابع ما عنده غور حتى يخبر المسمار. وصلوا لواحد البلاصه حاطين فيها طوموبيل اخرى وما كيتحولوا ليها، جابوها عبار مع واحد البوليسي بقى كيشوف فيهم، هما كيشوفوا فيه، عرفهم الشفار اللي تيقلبوا عليهم، ولكن في الاخير دور وجهه للجهه الاخرى في حيله ما شاف حتى شي حاجه. الروح عزيزه عبد الله، انا متاش غنربح. جهدهم يعطيو لعائلتي تعويضات، ومن حقهم عائلته يديو التعويض ويقمطوه اليهود. اللهم ياكل لوز. ضابط ادم كان متاكد من صحابنا هما اللي مور السرقه، ولكن ما عندوش دليل ضدهم. بدا كيفكر كيحاول يلقى شي حل، في الاخير قرر يجيبهم من القسم يسولهم شي اسئله على وعسى يخليهم يعترفوا. الرجال ديالو يعتقلوهم، وبالفعل الصباح كانوا عنده في القسم، ضربوا لهم تصويرات ودخلوهم لغرف التحقيق. مع من انت صحابنا حتى هما ناضيين. جيمي بعد ما حل الباب يدخل يهضر معاه، قال ليه محامي ويقلب الطريق. صافي عرفوا ما غاديش يهضر معاه، ما كاين لاش يضيع وقته. الاخرين حتى هما نفس البلان، ودوك معادين ودخل عنده. سمعت غادي نقول لك، لقينا بصمه وقريب غادي نعرفوا مولاه، من الاحسن ليك تعترف وممكن نلقاو لك شي تخريجه. دوك حتى هو كنيمه. المره الجايه الا بغيتي تصورنا علمنا نديرو غير ريحه بعدا، نقدر نمشي في حالي ياك. ما عندهمش دليل ضدهم بطبيعه الحال، يقدروا يمشيو فوق ما بغاو. في العشيه ديال نفس النهار دوك تلاقى كلير عطاه واحد السلسله شراها ليها، خاتنا شافتها فرحات بزاف. في الاول رفضت تاخذها بحكم عرفاتها غاليه بزاف، وهو يلاه مقاتل مع الوقت، ولكن ملي بقى كيلح عليها وافقت. وما كيديو يجيبوا في الهضره، قالت لي قدمت استقالتها من الخدمه. علاش مالكي؟ مور داك الحديث صافي ما بقيتش باغا نزيد نبقى تما. واش غديري دابا؟ غنخدم معلمه ولا نجلس في حالي، عندي شي فلوس جمعتهم غيكفاوني مده طويله. صاحبنا معاه كان مقرر هذه اخر عمليه ليهم، وراه غادي يخوي المدينه جاتو من الجنات. قولي لي اش بالك نمشيو بجوج نعيشوا في شي بلاصه بعيده؟ خدنا عجباتها الفكره، ولكن ما جاوباتو لا باه ولا بلا. في مكتب الاف بي اي غنشوفوا ديرو كيسمع واحد لابيل بين دوك وكلير. غوت الادم حتى هو سمع، وما عرفوا على اتصال بيه، خدا الصور ديالها وتحرك عندها للدار. خدنا في الاول حساب ليها جاي يسولها على سبب استقالتها، ولكن هنا غيصدمها انها مشتبه بمشاركتها في السرقه اللي وقعت في البنك. سولاتو على السبب، جبد لها صور العصابه وراهم ليها، وملي شافت الصوره ديال دوك ضربها الضوء. تركت ليك الدنيا دارت بها. في الجهه الاخرى تلاقى جيمي دوك قال لي عندهم عمليه جديده. دوك صافي قرر عمرو غادي يرجع لهذا الشيء. شوف دويت معاك داك النهار قلت لك هذه اخر عمليه ليا. بدات جيمي كيتزايد معاه في الهضره، وملي حاول يخليه يشارك معاهم بزز منه كبتها معاه. بقاو كيخبطوا في بعضياتهم حتى عياو، وما كيرتاحوا. فهموا باللي كول ما غاديش يخليه عايش الا خرج من العصابه. وهنا غنعرفوا باللي كول مول محل الورد في الحقيقه هو زعيم عصابتهم وكاع العصابات ديال المدينه. كيقلب على عمليات كيخطط ليهم، وما كينفذوهم وكيجيبوا ليه الباي ديالو. في العشيه غنشوفوا دوك دخل المحل ديال كول. شوف هكا البركه وعفيني من اعمال العصابه. كول بطبيعه الحال ما غاديش يخليه ينسحب بهذه السهوله. واش حساب ليك دخل الحمام بحال خروجه؟ الا انسحبتي غنبدا بصحيبتك هي الاولى وغنتبعك ليها. ولد الحرام غشوي بيني وعصبه. قال لي دوك غادي يفكر في البلان وتحرك عند كلير. عيا دوك ما جاوب واحد دفع الباب ودخل. بدا كيدور تما كيقلب، حل الباب ديال الدوج لقاها جالسه كتبكي وحالتها حاله. ما سولاش واقع، تفرقعت عليه. انت كذاب، ما كفاكش خطفتيني وليتي كتستغلني. عيا يهدنها، حاول يشرح ليها ولكن والو. سمعاتو الهضره مزيان وجرات عليه من الدار. صاحبنا مور كاع هادشي اللي وقع قرر يزيد معاهم اخر عمليه. في العشيه وكريستوف دارها دق عليها. ياك والو بس عندي واحد الميساج بغيتك توصليه لكون. قولي ليه دوك موافق يدير معاك هاد العمليه بلا ما ياخذ حتى ريال، في المقابل غتكون اخر عمليه ليه. مشات قالتها الكون موافق، ومن بعد ايام غنشوفوهم مجموعين في محل الازهار كيخطوا ليها. العمليه هاد المره يسرقوا الرهانات اللي كيتحطوا في السباقات ديال العودات. الخطه سهله، الاول غيتسنى في سيارات الاسعاف اللي غادي يهربوا بيها، الثاني اللي مختص في التقنيه المهمه ديالو يطفي الكاميرات، ودوك وجيمي غيضربوا لبسات ديال البوليس ويقصدوا البواب يدخلهم للغرفه اللي كتحط فيها الفلوس. مفهوم؟ في نفس الليله وكريستوف واحد البواط وقف عليها الضابط ادم. صاحبنا كان عارفهم كيخطوا لشي حاجه اخرى، وهي الامل الوحيد اللي عنده باش يعرف. خونا جا نيشان قدم ليه راسو قال ليه عامل اف بي اي، وبدا كيسول على دوك. خدنا بطبيعه الحال ما غاداش تجاوب. ملي شافها كتهرب من الاسئله ديالو بدا كيحاول يحرضها عليه. هذاك دوك اللي كتدافع عليه سينير، وانت ما عمرو جاب لك شي سلسله ديال الديام. خدنا سمعت هاد الشيء ضربها الضو. شنو كيفاش؟ ما قال لها انها في علاقه مع وحده سميتها كلير، كانت مديره البنك اللي سرقوا، مشات كطير للدار. وصلات لقاتو يلاه كيوجد راسو للعمليه. بدات كتغوت عليه كتسبو. صاحبنا اخر حاجه كان يبغي يزيد على المشاكل ديالو هي كريستا. خدنا مباوقه شبعنا قراعي، ما كثرش مع الهضره بزاف. حزب انت حطها برا، جرى حتى هي خرجها ورضخ عليها الباب. من
بعد مده قصيره على هذا الشيء اتصل بادم ضابط كنكلفو يراقب كريستا. خدنا اللي كلفتيني نراقبها دارت حادث وراه خداوها للسبيطار. ادم سمع هذا الشيء شد عفطه وحده لعندها. ولد الحرام كان عارف هذه هي افضل وقيته يقدر يضغط عليها فيها. وفينا بوغوصه القياده في حاله سكر وتعاطي، معاك بنتك صغيره، الا تابعوك القليله غيحيدوا لك بنتك وغدوزي سنوات في الحبس. ولكن ما تخافيش عندي لك الحل. قولي لي ليش كيخطر عاونك تخرجي من هنا. خدنا كانت مبوقه زائد ساقطه على دوك عاودت ليه لافير كامله. علاش ما خاصكش تدخل معاك مرا في هذا الشيء؟ تكون غلابه عندها الوداد تصيفط تحبكم جمله. سولها علاش تقول لك نتوما ما كتفهمونيش. المهم في نفس الوقت ضرب دوك وتجيمي دوك اللبسات ديال البوليس وقصدوا البلاصه اللي كيتجمعوا فيها فلوس الرهانات. دقوا حل عليهم داك الحارس اللي قال لهم كل بغى يدخلهم نعت لهم الطريق وسد موراهم الباب. ما وصلوا للكولوار اللي كيدي لغرفه الكاش تفصح بهم كاع الكاميرات اللي في المبنى. خوتنا ولاد الحرام كانوا غماقه وكيعرفوا مزيان اش كيديروا. ما وصلوا عند الحراس جبدوا الاسلحه. البوليس حتى واحد ما يتحرك. شكون فيكم بلغ على شي سرقه؟ الحراس جبدوا الاسلحه نيشوا فيهم حتى هما، ولكن ملي سمعوا البوليس حيدوهم ونعسوا في الارض. قالوا مع راسهم غيتاكدوا من الهويات ديالهم غيطلقوهم. شويه تصدموا بهم كتفوا لهم يديهم وقصدوا الغرفه ديال الفلوس. وسط الغرفه كانوا جوج حراس، واحد سميتو ريد والثاني كليف. دق عليهم دوك وبدا كيعرض عليهم. كليف انت كتسكن هنا مراتك سميتها كذا وعندك ولد، بغيت نقول لكم باللي حاطين شي رجال قدام ديوركم مستنين غير الاشاره ديالي ويدخلوا يصفيو لعائلاتكم. دابا عندكم وحده من الجوج، يا تحلوا الباب يا نعطيهم الاشاره. خوتنا القضيه فيها عائلاتهم بطبيعه الحال غادي يحلوا عليهم. ما حلوا الباب دخلوا كتفوهم حتى هما وبداو كيعمروا الفلوس في السيكل. ما الصوات يا وليدي من يول ينطح من يول. هزوا كاع الكاش اللي تما وخرجوا بنفس الطريقه اللي دخلوا بها. وصلوا عند صحابهم اللومبيرونس طلعوا الفلوس قالوا مع راسهم فلتوا، ولكن تمشي الرياح بما لا تشتهي السفن. ودوك كيبدل حوايج وسمع شي صداع في الزنقه، مشى طلقه ادم ومعاه عرام ديال الضباط. صاحبنا الدنيا دارت به ومازال واقف تما ضرب جميع الصوات داخلين جبد سلاح تيرا فيهم. بداو حتى هما كيردوا عليهم والدعوه غترون. قرطاس يترعرع كتسمع ديك رجع دوك كيجري خدا سلاح مبطبط حتى هو وما كاين غا كسل وزيد بالخير. ترى ما كاين غا قتل ولا موت. وسط التبادل التير جات في الدن قرطاسه للراس صفات هادي. صحابنا في هاد اللحظه ضاخوا. مات واحد من صحابهم واكيد ما غاديش يدوزوا بزاف ديال الوقت باش يلحقوا عليه، وما كيفكروا في شي حل اقترح عليهم المبطبط يطلع في لومبيلونس يدير براسو علاق يخليهم يتلاهاو معاه وما يضربوا اللباس ديال البوليس ويعلقوا بالفلوس. صحابنا وافقوا وديك الساعه بداو التنفيذ. وادم وشي ضباط برا كيسمعوا ادم واش شكون شرا لك المناضه شاخ. دخل المبطبط في الباب فرشخ وعلق تلاهاو معاه. انا استغل دوك وتجي من الفرصه تخلطوا مع الضباط. بقى المبطبط علاق هما كيتيريو فيه. من ظهروا المكعور صيفطوا لي جوج قرطاسات للصدر دور الفولون ضرب فيرغون. وانا لله وداد احمد. قدر دوك وجيمي يخرجوا من تما بسهوله، كل واحد منهم تحرك في جهه. ولكن في هذه اللحظه ضرب ادم على جيمي الصاك ديال الفلوس علاق ويتبعو. بدا جيمي كيزرب حاول يعلق، وملي شافو ما غاديش يتراجع بدا كيتبادل معاه التير. باغي يقتلوه نيشان. ادم تاكد منه هو اتصل بالبوليس وما داش بزاف ديال الوقت حتى دوروه. بقى علاق اللي خرج قدامه كيتيري فيه، ولكن هو بوحدو عاد زيد ما بقاش ليه بزاف ديال القرطاس دغيا عياو. تيرا فيه ادم للرجال نقص تخبى عمر واحد الصندوق ديال البارد ارتاح شويه، ومع بغى يعاود يخرج يتيري فيهم داروا ليه ديك باق. تيرا لوجه وتيرا للراس صيفطوه يسرح النعام في الاخر. فهاد الوقيته يكون دوك واقف بعيد كيشوف كاع هادشي اللي واقع. بقاو فيه صحابو بزاف ولكن ما عنده ما يدير. طلع في الطوموبيل ديال البوليس كانت واقفه حداه وعلق من تما. دوك من بعد هادشي اللي وقع حقد على كول محلف ما يتهنى حتى ينتقم منه. من البلاصه اللي كانوا فيها نيشان المحل ديال الورد. دخل لقى الحارس ديال كول في الكونطوار. مالك وقعت شي حاجه قرب نقول لك. ما عطاه ودنو يسمع قال ليه الناس الفقيره تمك. كول مسمع صوت القرطاس خرج كيجري جابه مع عبار كول كيتيري فيه هو كيرد عليه، ولكن مع دوك ضرب جيلي مضاد للرصاص مد منه لا حق لا باطل. بقى كيتيري فيه حتى ما بقاش قادر يوقف وحط ليه الفردي في صيفط عليه الرباح وراس المال. خايبه حتى المعاوده باش مات مسكين قرطاسه في حيد ما فيها والو. داز على البلاصه اللي مخبعين فيها الفلوس جمعها كامله في واحد الصاك، وفي العشيه اتصل بكلير. في هاد الوقيته غتكون دارها عامره بالضباط. طلب منا السماحه قال لها ما كراش يسافروا بجوج لشي بلاصه ما كيعرفون فيها حد. امرها ادم تجيبوا لهنا قالت ليه موافقه تسافر معاه وطلبات منه يجمع حوايج ويدوز موراه. ما قال لها واحد الساعه ويكون عندها. بداو الضباط كيوجدوه قالوا مع راسهم غادي يعتقلوه، ولكن اللي ما عارفين شوف هاد الوقيته يكون كيهضر معاها ومراقبهم من واحد الدار. مع من انت شطحنا غا في عرسكم. قال لها توجد راسها بين ما يجي خلاهم كيتسناوه، ومن تما تحرك نيشان لاكار تهلا ومعلم. اول تران وقف طلع فيه، ومن بعد ايام غنشوفوه في واحد البلاصه حتى شي حد ما عرفها فين جات. من الاخر اللي تخليك خليها. وحتى لهنا غنكون وصلنا لنهايه القصه. الى عجبتكم ما نساوش لايك كومنت سبسكرايب وبارطاجيو مع صحابكم. هادي انستغرام ديالي. كان معاكم يوسف، نتلاقاو في الفيديو الجاي. بيس.